عمر عصام شاب طبعا صاحب بطل الجمهورية في الريست. الشاب عمر عصام من الشباب الجدعة المحترمة جدا اللي حصل على بطولات الجمهورية في الريست. عمر شاب في الثلاثينات، ساكن طبعا في الشرابية، محافظة القاهرة. اتغدر بيه من أقرب الناس ليه، ما تتخيلش مين صديقه، أقرب صديق ليه هو اللي غدر بيه. الحكاية حصلت إن عمر، لا، صاحبي يوسف ده كان ماسك طفل عمال يضرب فيه. المهم عمر طبعا مرضيش يشوف الوضع ده، فدخل حش يوسف عن الطفل اللي بيضربه ودافع عن الطفل. ليه وليه دافع عن الطفل؟ طبعا يبات النية اللي مش صافية ليوسف، عشان يغدر بعمر عصام اللي هو صديقه، أقرب صديق ليه. طبعا عمر عصام ساب الشرابية وراح منطقة تانية واتجوز. المهم يوسف اتصل بيه وقال له ايه، لو هتنزل الشرابية يبقى كلمني عشان عايز ابارك لك. المهم طبعا عمر بكل نية صافية نزل الشرابية وكلمه. فهم ايه، يوسف ده اللي غدر بعمر، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طبعا هو سبب له كل الاصابات اللي انتوا شايفينها دي. المهم ايه، قابله هو واحد صاحبه على مكنة، خده عمر وقال له ايه، اصل والدي عايز يسلم عليك، وانت عارف والدي سنه كبير وما يقدرش ان هو يمشي. المهم طبعا ركب بحسن نية، وعشان يروح لوالده هم دخلوا حواري ضيقة هناك في الشرابية. ودخل طبعا سلم على والد يوسف ده. راح عمر طبعا بيسلم على والده، فوالده بيقول له ينفع اللي انت عملته مع يوسف؟ راح ماسك طبعا عمر، راح زقه ووقعه. وطبعا يوسف وابوه والولد اللي كان معاهم مسكوا طبعا عمر اللي هو بطل العالم في الريست. زي ما انت شايف كده، مسكوه دمروا له وشه ودمروه، عملوا له اصابات خطيره جدا جدا جدا. طبعا ما تامنش لاي حد في الزمن ده. اوعى تقول لي واحد صاحب، مفيش صاحب يتصاحب صدقوني. اوعى تامن لاي صديق ولا اي صاحب ولا اي حد. يا عمر راح مع يوسف بنية صافية على اساس ان هو اصحاب، وفي الاخر غدروا بيه، مع ان كان مديهم الامان جدا. وزي ما انتوا شايفين معاه مستديمة، قاعد في المستشفى زي ما انتوا شايفين. طبعا ان شاء الله القضاء المصري هيجيب له حقه باذن الله. يوسف والولد اللي كان معه وابوه ان شاء الله ياخدوا حكم باذن الله. باذن الله باذن الله مؤبد باذن الله. اي بلطجي يا جماعه هيبلطج على اي حد والله يعوره هياخد مؤبد باذن الله. ودي طبعا نداء للقضاء العالي في مصر. بنطالب طبعا باي حد يتمسك بلطجة او اي حد يعور حد ويضرب حد مؤبد على طول. ما ينفعش ان هو ياخد سنة ولا سنتين ويطلع وتتحسب مشاجرة. فالبلطجة كترت، فياريت ان البلطجة تقل شوية ويبقى فيه حكم رادع جدا. لو في احكام رادعة جدا مش هيبقى فيه بلطجة في مصر، وده رأيي.